انا عارف انتوا بقالكم كتير بتسالونا اسئله كتيره على الفيديوهات، واحنا مش بنرد عليكم، مش بنفض لكم والله ولا حاجه، بس احنا النهارده هنجاوب بقى على بعض من الاسئله انتوا سالتوها لنا في الفيديوهات اللي قبل كده. يلا بينا. يلا بينا. يعني احنا عايزين نقعد نقراهم كده واحنا معاك، فهي هتمسك الميكروفون تمام، انا هقعد اقرا او انت اقعدي اقري، او هي تقرا شويه وانا اقرا شويه. الشعب المصري بيكح تراب اول ما يوصل امريكا بيتحول يوتيوبر. اول حاجه حضرتك انا مش مصريه ماشي، انا سوريه. تاني حاجه حضرتك علي ضياء الدين يوتيوبر من قبل ما يوصل امريكا ماشي، من زمان كتير، من زمان كتير جدا. وبعدين احنا مش بس يوتيوبرز، احنا بنعمل حاجات كتير، احنا انفلونسرز. احنا حضرتك احنا عندنا our own occupations and then plus that we do YouTubers and we do YouTubers because we want to benefit the people. عايزين الناس تستفاد من تجاربنا وحياتنا هنا، صح؟ عندك اي حاجه عايز تضيفها حضرتك؟ لا حضرتك ضفتي كل اللي انت ممكن يتضاف، فزي الفل. وشكرا للتعليق بتاعك. وما تحكمش علينا غير ما تعرفنا شخصيا، يعني انت حكمت علينا من غير ما تعرف احنا ايه نيتنا، ولا احنا بنعمل كده ليه، ولا احنا بنعمل كده من امتى. وبعدين الشعب المصري اصلا مش بيكح ترامي. الشعب المصري بيكح قصب. حد بيقول عايزين حلقه عن اسعار المكسرات والشوكولاته في كوسكو. حاضر ان شاء الله، يعني هنروح مخصوص نعمل حلقه المكسرات والشوكولاته، طالما نشوف راي الاغلبيه. لو الناس عايزه فعلا كلها مكسرات وشوكولاته، حاضر نروح نشوف الموضوع ده. وممكن نعمل بزنس حلو جدا، اللي عايز مكسرات وشوكولاته في مصر ولا عايز مكسرات وشوكولاته في اي حته في الدول العربيه. ربا قطعت. اتمنى يكون نادر ما يحدث ده. هو فعلا نادر يعني. هو نادر ما كانش موجود ساعتها. فعشان كده هو نادر لا احنا مش عايزين نعمل مش عايزين كل كومنت. طب ايه بنهرج؟ تقول دم امك وانتوا الاثنين. فلا مش بتحصل كتير الحمد لله. بس لما تحصل بتبقى مصيبه يعني. بالظبط. طيب في فيديو بورتو مارينا حد سالنا طب ما فيش شاليهات؟ في شاليهات، الشاليهات بتبقى اللي هي يعني دور ارضي. سؤال، انتوا لما بتقولوا شاليهات اصلنا بيبقى دور ارضي. دور ارضي شاليه يعني دور مبنى ارضي لوحده، هو ده الشاليه لوحده صح؟ لا ممكن زي اللي احنا اجرناه. احنا حجزنا عن طريق حد نعرفه يعني من معرفتنا، فهو حجز لنا يعني. طيب في حد بيسالنا لما في فيديو برضو بورتو مارينا بيقول بعد اذنك ممكن الاسعار برضو، انا حد اعرفه كويس جدا، ممكن تتواصل معايا على الانستجرام يا اشرف واوصلك للشخص اللي هو ممكن تحجز من خلاله. تمام احنا حجزنا من خلاله. ثانك يو يا عم. وجا الاكل بتاعنا. ايوه. طيب عندنا السؤال اللي بعده. واحدة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لك على الشرح والتوضيح، بس من فضلك ممكن أعرف وين بيكون مكتوب الوات؟ طيب هاد سؤال فعلا أنا حتى لما كنت عم دور على عجانة منيحة ما كنت عم لاقي الوات على البوكس نفسه تبع العجانة، فبتلاقيه بالديسكريبشن. يعني مثلا إذا بدك تشتري العجانة من تارجت أو من والمارت أو أمازون، في بدك تنزلي على الديسكريبشن تفاصيل يعني specifications دي في الفيديو حضرتك في الفيديو الديسكريبشن دي صندوق الوصف. فبدك تنزلي على السبيسيفيكيشنز اللي هي شو يعني السبيسيفيكيشنز بالعربي؟ حط الليمون كله ليك ليه. السبيسيفيكيشنز اللي هي بتفرجيكي تفاصيل العجانه، كم وات، قديش حجمها، قديش كل هالتفاصيل يعني بتلاقيها موجوده بالسبيسيفيكيشنز، فبدك تقري وتعرفي قديش الوات بس. اوكي. في الفيديو بتاع السلبيات والايجابيات شكلها جامده جدا. هوريها لكم انا بقى. هي توريت له حاجه، وريت لكم حاجه، انا اوريكم حاجه انا كمان. دي شكلها احلى من المحل الثاني صح؟ واو. ودي بات سيو ودي بات تاي. هوريها لكم دلوقتي. وريتها لكم انت؟ ودي بات تاي يا جماعه. طيب فاصل، هناكل ونقول لكم راينا في الاكل برضو واحنا بناكل، وبعدين نكمل كلامنا ماشي، عشان نعرف ناكل براحتنا كده ونعرف نتكلم براحتنا بعدين، عشان احنا جعانين قوي. تعرف هجيكم كيف بياكلوا البات تاي؟ اول شيء بيجي الصحن هيك بيحطوا لكم على الجنب، بيحطوا لكم هاي الخضره على جنب وليمون. السبراوتس هي البذور العنابر، هي العنبر البيبي تبع. تتذكر ونحن صغار كنا من الفوله ايوه صح، كنا نحطه في منديل كده وبعدين بس فبيجي معاه ليمونه صغيره. قولي ترطشي علينا الليمون. غرقينا بالليمونه هيك لانه هي اطيب بالليمون. ونكتر ليمون لانه علي ما بيحب الليمون عشان تاكل براحتها. شوف الذكاء، الذكاء بالفن يعني عملتها بالفن من غير ما تاخذ بالك. بعدين بنخلطهم كلهم مع بعض هيك، بنخلط الليمون مع الخضره مع البروسل سبراوت مو البروسل مع السبراوتس بس يعني وهيك. بس انا ما رح احرك، انت بقى احرك. وبيجي بيناتس هون على جنب، فبتحركوا البيناتس معه لانه البيناتس كمان كتير طيبين. ودلوقتي هندوق ونقول لكم يا سلام ولا اي كلام. ايوه خليكم معانا كل يوم على MBC مصر. علي ورانا. يلا ثواني
كتير نزيكة. نزيك جدا صح؟ علي نزيك، مش اسمه علي نزيك؟ أكلة تركية اسمها علي نزيك. تحفة từ 9 từ 10 ốc lương thì بجد يعني فظيع، من أحلى الأماكن التايلاندية اللي احنا كنا فيها. chọn 10 có thấy ốc lương là mình còn chịu biết ốc lương là biết tới الحلو إن هم بيخصوا جدا، بيخصوا باللحمة، بيخصوا بالجمبري، يعني حتى الطعم رائع. كله فيه بالانس، كله فيه توازن. لوكيشن حلو، تاخد معانا ايه؟ لسه مخلصين الاكل. بجد المكان ده يا جماعه تحفه تحفه تحفه، الاكل فيه حلو قوي، وفعلا من احلى الاماكن اللي اكلنا فيها اكل تايلاندي. ومكانه حلو قوي هنا في ابلاند بلازا، موجود هو. لازم تيجوا تجربوه. اكلنا احنا بات سي ايو واكلنا بات تاي، الاثنين حلوين قوي، فانصحكم تيجوا المكان ده عشان هو اصلا يعني بيقول لنا يعني ما اعرفش ازاي ما فيش زمان بيجوا المكان ده كتير، يعني دي حاجه غريبه جدا. يعني مكان تقريبا هو مش باين كتير. هو مش حاطط اليافطه بتاعته بطريقه تجذب قوي الزباين. احنا عرفناه بالصدفه على جوجل، فبنصحكم تيجوا المكان ده لو انتم بتحبوا اكل التايلاندي، فهو من احلى الاماكن اللي احنا اكلناها الاكل التايلاندي يعني. تمام، فنكمل بقى مع بعض تور الكيو ان اي بالظبط. فده اول كيو ان اي بنعمله معاكم النهارده يا جماعه. معزه بيقول لنا في حاجه اسمها تشاريتي كير وممكن تقدم عليه. مش عارف هو بيقول لي مين الكلام ده. والله لكم الشكر انكم بتعرفونا ايه الايجابيات والسلبيات. لنا 25 سنه ساكنين في امريكا ومحتواكم ما له لازمه. اذا ما له لازمه عم تفرج عليه جست سكيب ات يعني. يعني مش عارف التاني ما عجبكش في الاجابات والسؤالات اللي احنا قلناها، بس هي في ناس تانية عجبها يعني. فانت لو ما عجبكش زي ما رنا قالت لك بالظبط يعني مش لازم تتفرج علينا يعني، عادي. في ناس كتيره جدا احسن مننا في اليوتيوب ممكن تتفرج عليهم يعني. كان في فيديو بتاع سلبيات وايجابيات الحياه في امريكا، فيديو تجربتنا في قريه ايميريتس هايتس. في حد بيقول لنا القريه فيها كهرباء وهل امان؟ احنا ما قضيناش فيها ليله واحده، فما نقدرش نقول لك امان ولا مش امان. اللي قضى فيها هو عمرو. ممكن اسال عمرو واقول لك يعني. هو عمرو كان معايا في الفيديو. فيها كهرباء صح؟ قريه فيها كهرباء للشاليهات اللي هي يعني انت مثلا لو هتأجر فيها كده هيبقى فيها كهرباء، بيبقى في سكيورتي موجود، فاعتقد امان. هي مش امان بس لو انت عندك شاليه وسافرت مثلا ممكن مش امان في النقطه ديت، بس لو انت هتبقى قاعد مثلا كام يوم ولا حاجه مأجر يعني من المكتب نفسه اعتقد امان يعني. في فيديو رويال كاريبيان واحد بيقلنا واللي موجود بولايات تانية كيف ممكن يطلع. ايه بعرف كتير ناس بيجوا من ولايات تانية، اكيد بياخدوا طياره داخليه من اي ولايه هن موجودين فيها، بياخدوا طياره داخليه وبيجوا على مطار لوس انجلوس. ومن مطار لوس انجلوس بيروحوا على وين كان سان بيدرو، بيروحوا على المينا بسان بيدرو او لونج بيتش. هو ده سان بيدرو اللي احنا رحنا عليه. بس بدي انصحكم نصيحه انه اذا انتم جايين من ولايه تانية حاولوا انه موعد الطياره يكون مثلا قبل بليله. لانه يعني بس لحتى تكونوا بالسيف سايد، لانه بتعرفوا هون الطيران الداخلي بامريكا كتير بيصير في تاخير وبيصير في خربطه وهيك شغلات، فبس مش عم تروح عليكم الرحله يعني. مالك؟ لا القعده بس غبيه شويه بس معاك يعني. تمام بس فمشان ما تروح عليكم حرام رحله الكروز انه تكونوا بالسيف سايد، او على القليله توصلوا يعني في نفس اليوم الصبح بكير كتير. وبرده كمان يعني بالنسبه للرويال كاريبيان، انت دلوقتي مثلا عايزه تحجزي من ولايه ثانيه، انت عندك هنا في بروجرام معين انت رايحه مثلا الاربع ليالي دول رايحه في يعني في رحله معينه رايحاها لغايه المكسيك مثلا. ممكن من فلوريدا تروحي بقى جزر الكاريبي ولا حاجه زي كده صح؟ اي رحلات يعني مثلا بدكم تروحوا على جزر الكاريبيان، ما فيكم تطلعوا من كاليفورنيا طبعا، بدكم تاخذوا نحن مثلا اذا بدنا نروح على هيك رحله بدنا ناخذ طيران داخلي لفلوريدا مثلا لحتى نطلع هي الرحله. طيب في حد بيقول لنا احبكم من العراق، احنا كمان بنحب العراق جدا واهل العراق وعلى عيننا وعلى راسنا كم هوايه. في حد في فيديو تجربتنا في جزيره كاتالينا بيقول لنا السلام عليكم، يا ريت تحطون فيديو كيف تحجزتوا وكيف الاجراءات المطلوبه، لان في ناس كثيره يحجزون بالكروز لكن ما بنعرف الطريقه. واخيرا شكرا جزيلا لكم. احنا جاوبنا كل الحاجات ديت في الفيديو بتاع اللي هو اهم المعلومات والتفاصيل اللي لازم تعرفوها قبل ما تطلعوا على الرويال كاريبيان كروز. اي سؤال عندكم على الرويال كاريبيان كروز احنا مجاوبينه في الفيديو ده يعني موجود كيف وين كيف نحن حجزنا كل حاجه وشو الاسعار حتى وشو التفاصيل هي كلها موجوده. كل حاجه من طاقه. السلام عليكم. تشتروا منين فراخ ولحمه حلال في امريكا؟ في حد بيقول لنا ده في اي ولايه؟ ده في كاليفورنيا. في فيديو تجربتنا تاني يوم في الرويال كاريبيان وائل عم يقلنا ربنا يطيب لك رزقك دائما يا علي وحرصك الدائم على الحلال. جميله الرحله. قول لنا بعد العرض بتكلف كم
الفرد وبتقعد كام يوم في المية وشكرا. طيب. حلو قوي السؤال ده. اول عايز حاجه مختصر مفيد. اول حاجه شكرا جدا على الكلام الجميل ده، وربنا يا رب يطيب رزقك انت كمان واسرتك الكريمه يا رب. نجاوب على حاجه. ماشي. طيب اول حاجه كلف كام بعد العرض؟ للشخص هتبقى $450 للشخص ده لو انت عايز اوضه. طبعا الافضل انك تحجز بدري عن الوقت انت مسافر فيه. انت مثلا لو هتسافر مثلا عايز تروح مثلا بعد شهرين، ما تجيش تحجز بقى قبليها مثلا باسبوع، لا لازم تحجز قبليها بشهرين مثلا او 3 شهور، بحيث ان تلاقي عروض كويسه جدا وتلاقي كمان غرف تكون مطله على المحيط، عشان انت هتلاقي علب سردينه زي ما احنا كده قعدنا في علبه سردينه في الاول، فلازم تخلي بالك من النقطه دي. الاسعار كمان بتبقى يعني على حسب الموسم، يعني مو دايما بتلاقي نفس الاسعار. ده السعر اللي حجزنا بيه، بس هو اصلا ممكن يبقى ارخص من كده، ممكن يبقى اغلى من كده، فالاحسن انت يعني تخش على الموقع نفسه بتاع رويال كاريبيان وتقدر تحجز من خلاله. هتلاقي فيه بقى كذا رحله وانت بتختار الرحله اللي هي مناسبه بالنسبه لك وبتحجز من خلالها. وحتى كوسكو كمان ممكن تحجز من خلاله، وممكن كمان تحجز من خلال برايس لاين، دول بيبقى ليهم اسعار احسن، وده قلناه في الفيديو اللي هو بتاع اهم التفاصيل والمعلومات اللي لازم تعرفوها على رويال كاريبيان قبل ما تطلعوا على رويال كاريبيان. هحط لكم هحط لكم تحت الفيديو ده، هنحط لكم الفيديوهات اللي هي بنجاوب فيها على الاسئله بتاعتكم دي. تمام. في فيديو اول يوم لينا في ريكزوس شرم الشيخ، عمرو مصطفى المغني، شوف عمرو مصطفى وصل لينا يا جماعه، يعني شوف احنا قد ايه وصلنا ما شاء الله. عمرو مصطفى بيقول لنا لو حضرتك فاكر كام السعر في الليله، احنا وقت ما حجزنا كان ب 10000 في الليله للشخص. ده من سنه. ده من سنه السنه اللي فاتت يعني. في حد بيقول صباح الخير اخي، حبيت اخذ رايك، لو اجتك فرصه تكون مجانا مده 2 في مدينه جوا بارد، ولا تدفع ايجار مع اشخاص في مدينه جوا معتدل مع اكثر من شخص زي سان دييغو وتدفع ايجار مشترك معاهم؟ سؤال حلو قوي. ايه رايك؟ طيب انا برايي انت لازم تعرف يعني شو الهدف تبعك اللي حابب توصل له بهي السنتين. فكره انك تقعد في ولايه رخيصه فكره حلوه وممكن تكون كتير مفيده، خصوصي للرجال العزابيه. كان الهدف تبعهم انهم يجمعوا مصاري، يسيبوا مصاري مثلا وهيك لحتى مثلا يجيبوا عيلتهم او يعملوا مشروع او whatever، يشتروا بيت. بس لو مو هذا الهدف من قعدتك، فاكيد الواحد يعني live the moment، يعني بيعيش اللحظه وبيعيش بولايه جو احسن. احنا بالنسبه لنا ما بنقدر نعيش بولايه بارده، فبنفضل انه اكيد نعيش بولايه معتدله وجو معتدل يعني. بس اكيد في ضريبه انه الواحد بده يشتغل اكثر، بده يتعب اكثر، لانه الولايه غاليه وما في شيء هون بسهوله، حتى كل الولايات، بس قصدي بكاليفورنيا تحديدا يعني. صح؟ انت شو رايك؟ صح. يعني طبعا اللي مساعدنا انا ورانا احنا قاعدين في كاليفورنيا ان احنا وهي بنشتغل، فبنقدر ان احنا يعني نساعد بعض. لكن لو انا واحد جاي عزابي خالص لوحدي، مش هقدر ان انا اعيش في كاليفورنيا لوحدي، لان المصاريف غاليه جدا في كاليفورنيا، والاكل والشرب والحاجات دي كلها غاليه. فانت لو هتيجي امريكا لازم تفكر تيجي مكان ولايه تكون الحياه فيها رخيصه والسكن رخيص وكل الامور دي كلها، عشان انت لسه بتاسس نفسك، فانت عايز توفر فلوس، عايز تحوش، فدي حاجات مهمه قوي. وانتوا يا جماعه برضو اكتبوا في التعليقات تحت، قولوا انتوا رايكم ايه في الكلام ده. اكيد طبعا. فيديو مليانة عالمين، حد بيسالنا هو الفيديو متصور في 2024؟ لا، ده كان متصور في 2023. شايفين افضل مكان وفندق للعرسان في شهر العسل فين؟ ده كان في فيديو بتاع منتجع ارابيلا ازور. انت ايه رايك؟ انت نزلتي مصر ورحتي كذا فندق معايا، ايه اللي اكتر فندق عجبك فيهم؟ حسيتي ان هو ده شهر العسل؟ كايس الرومانس. كايس الرومانس كان اسمه ايه دلوقتي؟ كايس هو اسمه كايس الرومانس دلوقتي. هو كان اسمه سان رايز رومانس، دلوقتي بقى اسمه كايس الرومانس. احنا رحنا عليه كانت يعني واحد يروح سهل حشيش كايس الرومانس، ولا يروح شرم الشيخ اسمه ايه ده، ريكزوس شرم الشيخ صح؟ بس هو كفلوس هو ارخص طبعا، كايس الرومانس هيبقى ارخص بكتير من شرم الشيخ. ازاي؟ احنا لما رحنا كانت السنه اللي قبلها دفعنا في الليله مثلا 4000. صح يبقى ممكن يكون مع الانفليشن. صح. يعني لو هتروحوا الغردقه سهل حشيش سان رايز رومانس، لو هتروحوا صح شرم الشيخ يبقى اكيد في فنادق ثانيه كمان حلوه، بس انه هدول اللي حجربناهم. صح. انتوا يا جماعه برضه عندكم اي اقتراحات ثانيه قلت برضه تكتبوها في التعليقات تحت عشان تفيدوا الناس اللي بتسال. شكرا لكم. في عمر عبد الله عم بيقول بفيديو سلبيات وايجابيات الحياه في امريكا، بالرحمه قدمونا كيف نتعلم اللغه بلا زحمه. تفرج على فيديوهات اونلاين، تفرج على هو اللغه عايزه ممارسه، زي ما انت بتعرف تتكلم عربي كده، انت بتتكلم عربي من غير ما تفكر، عشان انت بتتكلم مع اسرتك وبتتكلم مع اخواتك وكده واصحابك، فبتتكلم على طول عربي. فانت عايز نفس الحكايه تتكلم على طول انجليزي، فبالتالي انت لازم تحيط نفسك بالانجليزي طول الوقت. تتفرج على افلام انجليزي بالترجمه بتاعتها، تقرا كتير انجليزي، تكتب انجليزي، حاول تتكلم انجليزي، كل حاجه تخليها انجليزي حواليك. على الاقل في اليوم مثلا يبقى عندك ساعه مثلا بتمارس فيها انجليزي، هتلاقي بيحصل معاك تطور. صح. طيب في فيديو قصر البارون، في واحد بيقلنا هل الجزائريين حق اللجوء في امريكا؟ اي حد في الدنيا اعتقد بيبقى ليه حق اللجوء في امريكا. هو اثبت ده اللي هو اثبت ده يعني فكره اللجوء ان انت محتاج محامي، بس ان انت تبقى محامي كويس شاطر بياخد الاتعاب بتاعته وانت بتتواصل معاه وتبقى واثق فيه، وهو بيقدر يحقق لك الموضوع ده. بس طبعا كل محامي بياخدوا اتعاب كبيره على الموضوع ده. في حاجه ثانيه؟ في واحد بيقلنا بعض حارات خان الخليلي بتشبه سوق المدينه بحلب. شفت انا ليش بحب خان الخليلي؟ عشان كده رنا عشقت
خان الخليلي يعني. كان دايما عايز تروح خان الخليلي لما كنت كم مرة أخذتني عليه آخر مرة؟ 3 مرات. 4 مرات تقريبا. أنا فعلا كتير بحب أروح على الأسواق هاي لأنه بتذكرني بأسواق حلب. طول بستمتع الأصل. جدا. علي بيروح لهونيك بيكون هيك ما له مرتاح وهيك ما له يعني بكون خايف على متضايق. رنا أنا بكون عم بستمتع بالأجواء الشعبية بالعمارة القديمة هيك يعني لأنه حلب هيك تجار بلاقي مثلا نفس الستايل ايوه يعني. صح. لا اجواء كانت حلوه قوي بصراحه. لما رحنا خان الخليلي اتبسطت جدا بصراحه يعني، برغم ان يعني بصرف النظر زحمه بس الواحد اتبسط حب الاجواء دي. عبدو إسماعيل بيقلنا لو سمحت جاوب علي، أبويا عينه اليسرى لا يرى بها، هل يمكن أن ينجح ولا لا بامتحان رخصة السواقة؟ اول حاجه سلامه والدك، ربنا يا رب يشفيه وعينه تبقى احسن من الاول. بس ما اعتقدش في ناحيه السواقه، اعتقد دي حاجه مهمه جدا العين عشان دي فيها ارواح ناس، فما اعتقدش انه ممكن ينجح في حاجه زي كده. انت رايك؟ ايه انا بوافق على الرأي، ما بعتقد انه ينجح للاسف لانه بيعملوا فحص نظر من قبل ما يروحوا يمتحنوا يعني الشخص، حتى لو هو بيقدر يمشي حاله بس بيعملوا فحص نظر فبينكشف الموضوع. الا لو مثلا ممكن يروح على دكتور ويجيب ورقة من عند الدكتور انه هو ممكن يكون قادر انه يسوق. فبس في الفيديو بتاع سلبيات وايجابيات، انا اعزب معاق في كرسي متحرك، نفسي اهاجر الى امريكا لكن خايف. طيب يعني انت خايف من ايه؟ لو انت مثلا بالنسبه لك عندك فرصه انك تسافر على امريكا، فانا طبعا يعني نصيحتي ليك، ما اعرفش هتتفق معايا ولا لا، انك سافر. لو انت ما عندكش فرصه افضل من كده في البلد اللي انت فيها وحاسس انك لو جيت امريكا هنا ممكن تحقق حاجه انت نفسك تحققها، فليه ما تسافرش؟ يعني انت الواحد بيعيش مره واحده في حياته، فليه ما يحاولش يعمل حاجه ممكن مختلفه في حياته يغير بيها حياته يعني. انت رايك؟ لا انا بوافقك الرأي. اكيد الواحد خصوصي هون بامريكا عندهم كتير بيهتموا بالناس اللي عندهم اي اعاقه او اي مشاكل صحيه، بيعتنوا فيهم زياده، فبكون لكم حقوق يعني اكثر من الناس العاديه. في كتير تسهيلات، لا وحتى الشوارع مجهزه اكثر، البيوت مجهزه تكون اكثر. فلا يعني انا بشجعك على الموضوع اكيد انك تجي على امريكا. اكيد. في واحد بيقول لي في فيديو بتاع اللي انا بقول عملت كام فلوس من اوبر ودور داش شغل، بيقول لي شوف لك عمل محترم اهم من نظاره ريبان. يعني شكرا جدا على النصيحه دي. حاضر يعني انا هدور على شغل اهم من ريبان. حاضر. طبعا ممكن تكون اصلا مستعمله نظاره ريبان، ممكن تكون اصلا يعني تقليد، ممكن تكونش اصليه. صح. لا واحد بيقول لك اقعد مستقيم وخلي رقبتك مستقيمه وحرك ايدك لما بتتكلم ارفعها فوق. حاضر. استنى اقعد مستقيم وبعدين وخلي رقبتك مستقيمه ماشي وحرك ايدك. لا تتكلم ارفعها فوق. اوكي. ماشي اوكي. كده كويس ولا ارفعها اكتر ولا ايه؟ يعني قول لي عشان اعرف بعد كده في الفيديو هعمل ايه بالظبط. يعني عرفني كده عشان اخد منك اساسيات اللي هو ايه يعني الحضور في الفيديو يعني، فعرفني الكلام ده. شكرا جدا ليك. طيب يا جماعه يعني احنا كده تقريبا جاوبنا معظم الاسئله اللي سالتها لنا. الاسئله الثانيه ان شاء الله هنجاوبها في فيديو تاني عشان هم خلاص بيقفلوا المطعم هنا وهيطردونا كمان شويه. فاحنا ما عندناش دم خالص وعم يبص علينا كل شويه ومفيش حد اصلا في المحل دلوقتي. فالمهم لو عندكم اي اسئله تانية اكتبوا بقى كل الاسئله انتوا عايزينها تحت الفيديو ده دلوقتي عشان بحيث انه يبقى اسهل لينا، وقولوا لنا ايه احلى فيديو عجبكم بصراحه. يعني انا نفسي اعرف، انا عايز اعرف منكم كده ايه اكتر فيديو شفتوه عجبكم. يعني نشوف كده التصويت هيروح على اي فيديو اكتر. انتوا اكتبوا الفيديوهات وبعدين نشوف الناس بقى كل واحد يصوت بقى يشوف ايه اكتر فيديو عجبه. تمام. حابه اشكر كثير الناس اللي عم تكتب تعليقات ايجابيه وعم تدعمنا وبتكتب لنا كلمات حلوه. هذا الشيء كثير بيفرق معنا بيعنينا كثير من معنوياتنا وبيعني لنا اكيد. والناس اللي عم تكتب تعليقات معنا حلوه يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم، الله يسامحكم، بس عن جد الموضوع يعني نحن لحتى نطلع ونفرجيكم الشغلات اللي عم فرجيكم اياها ما بتتخيلوا قديش الموضوع بياخد وقت وجهد يعني في الاخر لو انت قلت تعليق سلبي هو ممكن مع ناس ياثر فيها لكن احنا مش هياثر فينا، فقول اللي انت عايزه كله يعني مفيش اي مشكله. وفي الاخر احنا الحمد لله واثقين من نفسنا وعارفين هنعمل ايه كويس. احنا كتير بنحبكم وبنكبر فيكم. ايوه وشكرا كتير لدعمكم لنا بجد. يعني شكرا بجد لكل حد بيعمل لايك وشير وسبسكرايب، ده بيفرق معانا جدا. والناس اللي مش عامله سبسكرايب يعني يا جماعه عيب، يعني اعملوا سبسكرايب عشان في فيديوهات حلوه جدا نازله الفتره الجايه دي، فاوعى تفوتكم. وايه اكتر فيديو تحبي تقولي للناس يتفرجوا عليه من الفيديوهات اللي احنا عملناها؟ يوسيميتي. ايوه ليلتين مرعبتين في يوسيميتي وفي باس ليك. تمام. والناس اللي رايحه على مصر اكيد لازم تشوفوا فيديوهات مصر لانه كتير رح تعطيكم فكره عن الاماكن تروحوا تزوروها في مصر والمطاعم وهيك شغلات. صح. ولو مره بتشوفونا هي رنا هو علي. لو فيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.